تحية لكم مشاهدينا أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالعادة بالعناوين. الجمعية الكيميائية الإريترية تعقد مؤتمرها 11. حفل ضيافة عرفانا لأعضاء الفرقة العسكرية 84 بالإقليم الأوسط. الجمعية الوطنية للمكفوفين تنظم ورشة عمل في كرن. طلائع الجنود الفرنسيين الذين قادروا النيجر تصل تشاد. أمريكا تعترض صواريخ مسيرات حوثية يحتمل أنها متجهة لإسرائيل. ومخاوف أمريكية من وتيرة تعازيز الصين لترسانتها النووية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت الجمعية الكيميائية الإريترية مؤتمرها 11 في أسمرة اليوم تحت شعار تعزيز دور الكيمياء في المجتمع. وقال نائب وزير التعليم السيد بيطرس هيل مريم الذي ألقى الكلمة الافتتاحية، قال إنه من المتوقع أن يلعب أعضاء جمعية الكيمياء الإريترية دورا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأنهم ينتمون إلى مؤسسات مختلفة. وقدمت في المؤتمر أوراق بحثية حول التقييم الفيزيائي والكيميائي لمواد السماد الطبيعي وجودة مصادر المياه في أمادر وشخاوة الدبسترات واستخدام اليود وتطبيقه المعرفي، وكذلك أمراض نقص اليود وعملية تحلل اليود في الملح. وحث المختصون الذين قدموا الأوراق البحثية على أهمية تنظيم مثل هذه المنتديات لدورها الكبير في رفع مستوى الوعي العام وتمهيد الأرضية لتعيين أعضاء الجمعية في المجال الذي يمكنهم من خلاله خدمة مجتمعهم بشكل أكبر وتطوير قدراتهم. وأوضح رئيس جمعية الكيمياء الإريترية الدكتور آرون هيلي ميكائيل لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا، أوضح أن الجمعية تساهم منذ تأسيسها في بناء الوطن من خلال تنظيم قدرات أعضائها وإقامة شراكات مع مختلف الجمعيات والمؤسسات، ويجب العمل في تعزيز قوتها الاقتصادية لتوسيع نطاق تطورها ومساهمتها المجتمعية. وانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية جديدة مكونة من 10 أعضاء للعمل على مدى السنوات ال4 المقبلة. تأسست الجمعية الكيميائية الإريترية عام 1993 وهي جمعية غير حكومية تضم أكثر من 150 عضوا. نظمت إدارات مديريات أخرية وجزبندة و4 أسمرة بشكل مشترك برنامج حفل تكريم وترفيه عرفانا لأعضاء الفرقة العسكرية 84. حضر الحفل المدير التنفيذي لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنف هبتوم ومسؤولي مختلف إدارات وفروع الإقليم بالإضافة إلى مدراء 16 مديرية. وقال المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد تكي قالتا أن الهدف من البرنامج هو تقديم الشكر لأعضاء الفرقة العسكرية 84 لمساهمتهم في زراعة أكثر من 300 ألف شجرة على مساحة 275 هكتارا على طول المنحدرات الشرقية. وقال مسؤول فرع سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط السيد أبراهام تخلو إن أكثر من نصف أنشطة الحفاظ على المياه نفذتها 46 مؤسسة خلال الفترة من العام 2021 إلى 2023 في مناطق عدن فاس وبيت قرقيس وميدمنة و4 أسمرة. ووجه قائد الفرقة العسكرية 84 العقيد ولد مريم صقايا الشكر إلى المديريات وخاصة إدارة الإقليم الأوسط على حفاوة التكريم. وقدمت في المناسبة الهدايا للفرقة العسكرية 84 وفرع سلطة الغابات والحياة البرية. ضربت هزة أرضية إريتريا صباح أمس بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر. وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات على بعد حوالي 34 كيلومترا جنوب غرب طيعو في الساعة 8:30 صباح أمس شعر به سكان مديريتي قلعلو وعراتا.
ولم تقع أضرارا على الأرواح والممتلكات. وكان زلزال بقوة 5.0 درجة قد ضرب إريتريا في 13 من سبتمبر الماضي، إضافة إلى زلزال آخر قبل 6 أشهر. عقدت الجمعية الوطنية للمكفوفين ورشة عمل لأعضائها وشركائها يومي 18 و19 من أكتوبر في حاضرة إقليم عنسبة مدينة كرن. هدفت الورشة توعية المجتمع حول المكفوفين وتعريفهم بمشاكلهم وإيجاد الحلول لها. وأفادت الورشة بأن الجمعية الوطنية للمكفوفين أخذت في التوسع والفهم، غير أن مشاركة الأطفال المكفوفين في التعليم وخلف فهم عميق بإمكانية إنتاجهم مثل بقية أفراد المجتمع يحتاج إلى عمل منسق. كما ناقشت الورشة الخطط المستقبلية لجمعية المكفوفين في توعية الأعضاء وتمكينهم اقتصاديا. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للمكفوفين السيد داوود فساحي أن الجمعية تعمل على ضمان تطوير أعضائها أكاديميا واقتصاديا والاكتفاء ذاتيا، داعيا الأعضاء على العمل بهدف تطوير أنفسهم من خلال الجهود الشخصية. ومن جانبهم طالب المشاركون الجمعية لفتح مكاتب في مدينة كرن والمساهمة في تخفيض سن الأطفال الملتحقين بمدرسة أبرهة بهتة وإتاحة الفرص للمكفوفين من خريجي الكليات للانتساب إلى مؤسسات أخرى غير وزارة التعليم. وأكد مدير مدينة كرن السيد رزان أرايا في ختام ورشة العمل، أكد على تعاون إدارة المدينة مع الشركاء في الأنشطة المنظمة لتطوير ونمو المكفوفين. هذا ويوجد في مدينة كرن حوالي 65 مكفوفا مسجلا في الجمعية. عقدت الشرطة في مديرية تسني سيمينارات تنويرية في 6 إدارات ضواحي من 3 وحتى 15 من أكتوبر لمكافحة الجريمة وضمان الأمن الوطني. وأوضح قائد مركز شرطة المديرية النقيب ستيفانوس كيدان مريم تسجيل 86 جريمة و179 مخالفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتكب معظمها الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 32 عاما. وحول حوادث المرور ذكر مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 بجروح وأضرار في الممتلكات بقيمة 366 ألف نقفة في 25 حادثا. وأفاد مسؤول مكافحة الجريمة الرقيب مدهانيا كيداني أن ضمان السلام والأمن للمواطنين هي إحدى المهام الرئيسية للشرطة، ولن يتأتى ذلك دون تعاون المواطنين المدنيين. من جانبه دعا مدير مديرية تسني السيد سيوم قبريسوس المجتمع إلى زيادة الوعي والتعاون مع الشرطة في مكافحة الجرائم. وأكد المشاركون على تعزيز تعاونهم مع الشرطة لضمان أمن محيطهم، موصين إلى القيام بأنشطة مراقبة قوية للسيطرة على حالات المكيفات الخطيرة التي تظهر من حين لآخر، واتخاذ إجراءات تصحيحية ضد المرافق الخدمية التي تقوم بأنشطة غير قانونية، وتنظيم محاضرات لرفع وعي الشباب بالقانون. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، بعد أشهر من التوتر الشديد بين فرنسا ونيامي، أعلنت فرنسا أن طلائع جنودها الذين غادروا النيجر وصلت إلى عاصمة تشاد. ويشهد الوجود العسكري الفرنسي تراجعا في منطقة الساحل منذ سنة 2020، وتبنت السلطات المنبثقة عن انقلاب النيجر مواقف مناهضة لفرنسا، وكانت سببا في سحب باريس سفيرها من العاصمة النيجيرية. وتمثل الطلائع الأولى بداية لعملية معقدة يتوقع أن تستكمل بحلول نهاية ديسمبر المقبل حسب السلطات الفرنسية. في السياق ذاته، قال المجلس العسكري في النيجر إنه أحبط محاولة هروب للرئيس المخلوع محمد بازوم الذي يحتجزه الجيش منذ انقلاب نفذه في 26 من يوليو رغم المطالب الدولية بإطلاق سراحه. وقالت السلطات الانتقالية أن بازوم وعائلته وبمساعدة متواطئين من قوات الأمن خططوا لقيادة مركبة إلى مشارف العاصمة نيامي،
ومن ثم ركوب طائرة هليكوبتر تقلهم للجارة نيجيريا. أسقطت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر 3 صواريخ أرض ومسيرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن، ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهدافهم في إسرائيل على ما أعلن البنتاغون. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين إن 3 صواريخ كروز للهجوم الأرضي وطائرات مسيرة عدة جرى اعتراضها من قبل المدمرة، مضيفا أن الهجوم تم شنه من اليمن ويحتمل أن يكون موجها إلى أهداف في إسرائيل. وكانت المدمرة USS كارني تقوم بدورية في البحر الأحمر في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي بموجب أوامر الرئيس جو بايدن للحفاظ على الاستقرار في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. في غضون ذلك قالت الشرطة العراقية أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وذكرت الشرطة أن صاروخي كاتيوشا على الأقل سقطا في محيط قاعدة عسكرية بالقرب من مجمع به قوات أمريكية. أفاد تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون صدر بأن الصين طورت ترسانتها النووية بوتيرة أسرع مما توقعته الولايات المتحدة تماشيا مع طموحات عبر عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وكان لدى الصين أكثر من 500 رأس نووية جاهزة للاستخدام في مايو 2023، وهي بصدد امتلاك أكثر من 1000 رأس على الأرجح بحلول 2030، وذلك وفقا للتقديرات الأمريكية المنشورة في هذا التقرير السنوي بشأن القوة العسكرية الصينية الصادر عن الكونغرس الأمريكي. وما زالت أعداد الرؤوس الحربية هذه تقريبا كما وردت في تقرير سابق للبنتاغون في 2021، لكن مسؤولا كبيرا في مجال الدفاع شدد على أن الصينيين في طريقهم لتجاوز توقعاتنا. ويشير التقرير أيضا إلى أن بكين تسعى إلى تحسين قدراتها على إطلاق الرؤوس الحربية من الأرض أو طائرة أو غواصة، وأنها ربما أكملت بناء منصات لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات يصل مجموع عددها إلى أكثر من 300 منصة. الخبر الأخير في هذه النشرة: بدأت كوريا الجنوبية معرضا دوليا للطيران والدفاع يستمر أسبوعا في مطار عسكري بالقرب من سيول. وتسعى البلاد لاستغلال الحدث الذي يعقد كل عامين باعتباره فرصة لزيادة صادراتها من الطائرات المقاتلة وقاذفات الصواريخ والطائرات بدون الطيار وغيرها من الأسلحة. وتنعقد فعالية هذا العام التي تجمع حوالي 550 شركة من 34 دولة ووفودا حكومية من 75 دولة في ظل تصاعد التوترات العالمية بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط والمواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، ناهيك حالة الاحتقان السائدة منذ فترة طويلة في شرق آسيا وتحديدا شبه الجزيرة الكورية وتايوان. سادتي سيداتي، ختاما لنشرة هذه النشرة إليكم أبرز العناوين. الجمعية الكيميائية الإريترية تعقد مؤتمرها 11. حفل ضيافة عرفان لأعضاء الفرقة العسكرية 84 بالإقليم الأوسط. الجمعية الوطنية للمكفوفين تنظم ورشة عمل في كرن. طلائع الجنود الفرنسيين الذين غادروا النيجر تصل تشاد. أمريكا تعترض صواريخ ومسيرات حوثية يحتمل أنها موجهة إلى إسرائيل. ومخاوف أمريكية من وتيرة تعازيز الصين ترسانتها النووية. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.